تخيل فريق الاسترايكر بتاعه كريم بنزيما قاعد له على الدكه بره عبد الرزاق حمد الله. تو ماتش مهاجمين بصراحه، تبذير اوفر يعني، يحلوا ازمه البلد في المهاجمين دول. فماتش الاتحاد واوكلاند ملوش علاقه باللي هيحصل مع الاهلي قد ما هو نقدر نعتمد عليه في انه يكون مرجع نفهم منه اسلوب جاليردو وهي طريقه لعب الاتحاد ومميزاته وعيوب. بصراحه اوكلاند ما عملش اي حاجه تبين عيوب الاتحاد، بقول لك ما رماش عليهم طوبه حتى. الجمعة 15/12 الساعة 8 بالليل الانطلاقة الحقيقية لكأس العالم للأندية السعودية 2023، وده بسبب طاولة الملك بطل أفريقيا والأكثر تتويجا في القارة ونادي القرن الأفريقي الأهلي في مواجهة نارية أمام ممثل البلد المستضيف اتحاد جدة بقيادة لا تعالى عد معايا عشان أنا مش هعرف أعدهم لوحدي، كورنادو، روماريو، فابينيو، نجولو كانتي، وكريم بنزيما، ومن وراهم كابتن التيم وكاسحة الألغام أحمد حجازي اللي راجع من الصليب الثالث على البطولة. احنا لا بنقر ولا بنحسد والله. تخيل فريق الاسترايكر بتاعه كريم بنزيما قاعد له على الدكه بره عبد الرزاق حمد الله. تو ماتش مهاجمين بصراحه، تبذير اوفر يعني، يحلوا ازمه البلد في المهاجمين دول. الاتحاد بيكسب ماتش الافتتاح قدام اوكلاند 3-0. الاتحاد بيقدم ماتش استعراضي قوي قدام اوكلاند سيتي. نبص بصه سريعه على البطوله ومنين بيودي على فين، ونرجع للماتش والمواجهه الاهم ما بين الاهلي والعميد. الست فرق المشاركه وابطال قاراتهم وهم اراوا ريدز الياباني بطل اسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، فلومينيزي البرازيلي بطل ليبرتادورس، اوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل الكونوسيه، وبطل دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي في اول مشاركه في تاريخ البطوله وفي تاريخ السيتي نفسه، وبطل افريقيا وحامل الثلاث برونزيات في المشاركه التاسعه النادي الاهلي، والاتحاد السعودي وهو الفريق السابع وهو مش بطل قارته ولكن ممثل البلد المستضيف وهو بطل دوري روشن السعودي للمحترفين. ماتش الافتتاح اتلعب وكسب الاتحاد اوكلاند، وفي الدور الثاني الاهلي هيلاعب الاتحاد عشان الكسبان يلاعب بطل امريكا الجنوبيه فلومينيزي في نص النهائي. اما الناحيه الثانيه اراوا ريدز هيلاعب كلوب ليون، والكسبان هيلاعب السيتي في نص النهائي الثاني، والكسبان من هنا هيلاعب الكسبان من هناك على البطوله. نرجع من تاني بقى للاجواء الشتويه الجميله والماتشات اللي ليها احساس خاص مع صوت معلقين زي فارس عوض وفهد العتيبي، ولا صوت فاطمه طه المذيعه الداخليه للاستاد وهي بتقول هدف لفريق الاهلي. بدل شياكه، اجواء واحساس ربنا ما يقطعهم لنا عاده يعني. النادي الاهلي سافر بقائمه فيها 23 لعيب، مفيش مفاجات ولا حاجه، واللي ممكن يتقال على الهامش استبعاد كريستو ورضا سليم للاسف للاصابه، وعبد القادر وصلاح محسن اختيارات مدير فني. نروح لاول مواجهه لينا قدام صاحب الارض والجمهور واللي اكتسح اوكلاند في الشوط الاولاني 3-0 فريق النمور اتحاد جده السعودي. المواجهه الوحيده اللي كانت ما بيننا وما بينهم كانت في كاس عالم برضه للانديه 2005 واللي كسبونا فيها 1-0 بهدف محمد نور. بص هما بعد ما كسبوا اوكلاند سيتي 3-0 وعملوا ماتش ممتاز جدا جدا، ممكن اخدك بالكلام في سكه ان هما الفريق الجامد اللي مش هيتغلب واللي هيعمل فينا وهيسوي، ولكن لحد اللحظه دي الكلام ده مش حقيقي، لان الخصم اللي كانوا بيلعبوه هو اوكلاند سيتي وهو نفس الفريق اللي الاهلي السنه اللي فاتت كسبوا 3-0 برضه، واحنا ساعتها عملنا عليهم ماتش فنيا افضل من اللي عمله الاتحاد. فماتش الاتحاد واوكلاند ملوش علاقه باللي هيحصل مع الاهلي قد ما هو نقدر نعتمد عليه في انه يكون مرجع نفهم منه اسلوب جاليردو وهي طريقه لعب الاتحاد ومميزاته وعيوب. بصراحه اوكلاند ما عملش اي حاجه تبين عيوب الاتحاد، بقول لك ما رماش عليهم طوبه حتى. فنيا بقى ملخص اللي تم من الاتحاد واللي يهمنا ان احنا نعرفه انه في ماتش اوكلاند فيه 3 حاجات مهمه قوي لازم نركز عليها. اول حاجه وهي قوه الجانبين سواء الشمال او اليمين. تاني حاجه وهي ادوار نجولو كانتي وتوظيفه في اللعب الهجومي اكتر من اللعب الدفاعي، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. الحاجه الثالثه وهي التسديد، والتسديد عندهم مش تقليدي اطلاقا. نبدا بقوه الجانبين وبسم الله الرحمن الرحيم. عندهم الجنب الشمال زكريا هوساوي باك بيلعب قدامه كورنادو جناح، الجنب اليمين مهند الشنقيطي باك وبيلعب قدامه روماريو. الباكين صراحه جدا سواء في الزياده الهجوميه او في الارتداد الدفاعي، وضيف على كده ان هم مش بس صراع، دول بيجيدوا المراوغات باك وبيرقص حدود تخوف قوي. كل جناح بيعمل الاوفرلاب مع الباك بتاعه بكل راحه، وده طبعا عشان مفيش ضغط قوي من الخصم بالاضافه لجودتهم وهم بينفذوا ده. مثال خلينا نشوف الهدف الاول. بناء لعب عادي جدا، تحضير خلفي، زكريا بيستلم الكوره وبيبدا يشق طريقه، بيسلمها لمين؟ بيسلمها لكورنادو الجناح بتاعه اللي نازل يستلم منه. كورنادو حافظ على الكوره وعمل باصه 1-2 مع كانتي عقبال ما زكريا يوصل لل18. هوب زكريا لقى الكوره في رجله متسلمه له بالمسطره، بيعمل عرضيه على الارض للجناح الثاني اللي مأخر نفسه على الهادي لانه شاف بنزيما دخل جوه ال18 وسحب معاه 4. تيجي روماريو وهو فاضي وهادي وراسي بيملى وش رجله والهدف الاول. نفس الكلام بيحصل بالملي الناحيه الثانيه عند مهند الشنقيطي وروماريو. كريم بنزيما بمجرد ما بيخش ال18
4 لعيبه بيجروا عليه حرفيا، و4 ده رقم بجد مش مبالغ فيه. دي كره الهدف الاول ودي الكره الثانيه، والحركه دي بتتكرر كتير جدا. ملحوظه مهمه جدا بقى، كريم محدش في خط الدفاع يفكر قدامه هيعمل ليه بالكوره جزء من الثانيه، عشان ما كفاهوش اللي عمله في اوروبا بالحركه دي، وكمان جاي يعملها في السعوديه تاني. تاني حاجه وهي مساهمه نجولو كانتي في اللعب الهجومي. جيلاردو رغم ان هو مدرب لسه جاي جديد، الا انه بسرعه عرف يحط التاتش بتاعه على فريق الاتحاد، ودي حاجه منهم. كانتي تحول معاه من اللاعب رقم 6 اللي كل همه افتكاك الكوره وافساد اللعب، وده طبعا بسبب وجود لعيب جنبه زي فابينيو اللي تفرغ تماما لقصه افتكاك الكوره دي. كانتي بقى خد مهام هجوميه اكتر شويتين، وخلينا نشوف مثلا مثال في الهدف الثالث. الهدف ده تحديدا من الجمله دي ما جاش اجتهاد فردي اطلاقا من اللعيبه، دي جمله مدرب. هنا مهند بيسند عليه، بيقدم له، بيسحب معاه واحد ويحط الكره لمهند جوه ال 18 اللي المان بتاعه كان سيء وبطيء جدا. مهند رغم انه مسلم الكوره الا انه قدر يسبق اللعيب ويستلمها ويريحها لكريم بنزيما اللي داخل جوه ال6 يارده واللعيبه متاخره وحالتهم بالبلد، ويحط الهدف الثالث للاتحاد. مش بس كده، ده دايما بيتواجد في مكان مثالي، سواء فتح خطوط تمرير لزمايله او في الكره الثانيه زي ما شفنا في الهدف الثاني. الكره بترد من دربكه، لقيته مستنيها وبكل قوه وعدم تردد حط صاروخ، بغض النظر عن الهدف اللي هو جابه، ولكن فعلا هو يستحق جائزه رجل المباراه، اكتر لعيب مؤثر في رتم الماتش. ثالث حاجه بقى وهي التسديد المرعب. روماريو وكورنادو شايطين لوحدهم 6 تسديدات على المرمى، الحارس تالق في 5 وواحده دخلت هدف. الفكره ان هم بيعملوها بتكنيك مظبوط زي ما الكتاب ما بيقول، ويقدروا ياخدوا قرارات ويهيئوا وضعيه اجسامهم في ثانيه الا ثانيه. هنا مثلا روماريو بيستلم بظهره في نص متر وبيعدل وشه على المرمى بسرعه جدا وبيحط صاروخ، وركز في على الواقف دي عشان ده حوار اصلا. هنا برضو روماريو في الكره الثانيه بيستلم على فخده، الكره بتنزل قدامه عشان على الواقف، وبكرر تاني على الواقف بيحط القنبله بوش رجله. هنا برضو كورنادو بيعمل نفس اللي بيعمله روماريو بالكربون. المشكله يا جماعه ان الكره بتطلع بدقه وبسرعه وقوه، ما تجيش خالص على الواقف. قلنا كلام ايجابي جدا على خط دفاع الاتحاد هجوميا، لان ده اللي احنا شفناه في الماتش، لكن دفاعيا ما شفناهمش في اي اختبار حقيقي. هل ده بقى الاسلوب العام اللي هيعتمد عليه جيلاردو قدام الاهلي؟ ما اقدرش احكم طبعا، لان هو مدرب عنده افكار وبيحب التغيير نوعا ما. هل هنشوف ادوار لعبد الرزاق حمد الله؟ الله اعلم. الناحيه الثانيه ومش عايزين ننسى ان كولر في اخر 4 مواجهات ليه في كاس العالم سجل فيهم كلهم وعمل ماتشات فنيه على مستوى عالي جدا، وكان على قدر الحدث في ماتشين سياتل واوكلاند، ولكن التفاصيل خانته في ماتش ريال مدريد وفلامينجو. الافضليه اللي احنا هندخل بيها الماتش هي افضليه نفسيه، لان احنا عارفين ومتاكدين ان هم عاملين حسابنا جامد، وده باين في الاعلام السعودي وردود افعال الجماهير لما تسالها عن احساسها وهي هتلاعب الاهلي. تصريحات اللعيبه نفسها، نجولو كانتي، احمد حجازي، كريم بنزيما، اتكلموا بشكل واعي قوي عن مقابله بطل افريقيا. وخلي بالك ان التصريحات لعيبه الاتحاد دي ممكن تكون سلاح لصالحنا وممكن تكون سلاح ضدنا. لصالحنا ان هم يبقوا مقدرين حجم واسم الفريق اللي هيلعبوه، ولعل وعسى الكلام ده ياثر عليهم في الملعب فيرتكبوا اخطاء فنقدر نستغلها، وارد وشفناها وبتحصل كتير. اما تبقى ضدنا في ان هم يوظفوا الشحن اللي جواهم ويطلعوا 120% من طاقتهم ويبقوا في قمه التركيز، خصوصا ان معاهم مدير فني ما بقالوش كتير، ولكن جيلاردو مدرب تقيل وخلق حاله فنيه فريده من نوعها، سكواد واوضه لبس الاتحاد. النادي الاهلي جاي من سلسله مباريات الاداء الفني فيها قليل جدا، ولكن ثقتنا هنا بتكون جايه من احساس اللعيبه والمدرب بمدى اهميه البطوله وظهور الاهلي فيها، وده بيحصل بقاله 3 سنين على التوالي. وشفناه برضه في تصريحات الشناوي في المؤتمر الصحفي الاخير لما قال ان مفيش اي خوف ولا رهبه، وان اللعيبه كلها جايه وطموحها عالي في الوصول للنهائي وتحقيق ميداليه احسن من البرونزيه. ففي النهايه لو حققنا شيء كويس وجيد فهو هيضاف لتاريخنا العظيم، ما توفقناش وما حققناش احنا كده كده كبار وكده كده تاريخنا عظيم. كلنا ثقه في مستر كولر، مدرب كبير وهو ادرى واحد بكل وباي حاجه يعملها، فكل الدعم والتوفيق للكولر واللعيبه والنادي الاهلي في المباراه، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ونتاهل لنص النهائي. انا عارف ان انا طولت عليكم، ولكن التفاصيل كانت محتاجه جدا اننا نسلط عليها الضوء، وكالعاده لو انت لسه مكمل معايا الفيديو لحد اللحظه دي فانا متشكر قوي لوقتك، واوعى تنسى خالص الدعاء والمسانده لاخواتنا في فلسطين في البلاء اللي هم بيمروا بيه، وخالص تعازينا لكل ضحايانا. وفي النهايه كان معاكم محمد اسماعيل، سلام.